السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بعد طول انتظار حبيت اجمع لكم فيديو كده في كل الاسئلة اللي انتوا سألتوها عن الفراخ البياضة، الفراخ الإيزة واللهمن. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده دي فراخ اللهمن. بصوا اهي ما شاء الله. انا كنت جايبة في الدورة الاولانية او في الفترة اللي فاتت الفراخ اللي بشرت معايا كانت فراخ إيزة. بصوا انا جبت في خناقة هنا ما بين فرخة بلدي وفرخة لهمن. الفرخة البلدي دي انا لسه جايباها دلوقتي حالا من مكان تاني من جوه عندي، فحبيت انها تيجي هنا تتغذى معاهم عشان تبشر بسرعة، هي وكام فرخة تانية بلدي اهو. عشان لو لقيتوا بس الالوان دي فراخ بلدي تقريبا، فراخ جميزة طبعا على حاجات تانية، يعني هو اصلا كله على بعضه بلدي حر، ففي كان يعني تشكيلة. نرجع لمرجوعنا بقى، عشان انا قلت اقول لكم لو لقيتوا فراخ الحمراء السودا دي ايه، دي الفراخ البلدي بتاعتي، وفي ورا بلدي برضو. انما الغالب ده كله فراخ لهمن. طبعا باين قوي اللهم بارك اللهم بارك، يعني باين قوي اللون يعني. فراخ اللهمن بتبقى حمراء بالشكل ده، وبتبقى منقرشه زي دي كده، يعني دي فراخ لهمن تمام. الفتحه اللي هناك دي فراخ لهمن، يبقى بتبقى حمراء وبتبقى فاتحه شويه كده. ايه الموضوع بقى عشان يعني نقدر نوصل لنتيجة معينة، ان انا اقدر اساعد اي حد ولو بمعلومة ولو بحاجة خبرة انا استفدتها من اللي حصل لي. الفراخ اللهمن والإيزة نجيبهم منين؟ للأسف هم مش متوفرين عند الناس الدكاترة البيطرية أو موزعين الكتاكيت أو كده، مش متوفرين عندهم، الموضوع مش سهل. عشان أنا أجيب الحبة الأولانيين اللي أنا وريتهم لكم اللي هم قعدوا معايا شهرين، جبت المكان كنت متعشمة في الله إن هو إنسان ثقة. طلع اداني حاجة عمر أقل، هي بيبقى فيها خم كتير قوي يا جماعة. يعني معروف إن الفراخ اللي بتطلع البياضة دي بتطلع على عمر 100 يوم ولو أكتر بيقولك. انا مش هعرف اقيسها، انا ولا انتي مش هنعرف نقيسها. ليه مش هنعرف نقيسها؟ لان ممكن فرخه تبقى عمر شهرين 60 يوم وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن تبقى عمر 80 يوم وبالشكل ده. انا هعرفها ازاي؟ هو بقى بيحاسبني، هو وضميره بقى، تبقى شهرين تبقى 3 وبيحاسبني على انها 100 يوم. اللي انا جبتهم قبل كده اللهم صل عليك يا نبي، قعدوا معايا شهرين واسبوع، يعني قعدوا معايا 60 يوم 65 يوم على ما بشروا. عارفين يعني ايه المفروض الفرخه تبشر على 140 يوم؟ يعني هم كلامهم الفرخه بتبشر على 140 يوم 150 يوم بالكتير. يعني لما قعدت عندي انا 65 يوم، يعني دي بالميت كان عمرها حوالي 85 يوم، ما كانش 100 يوم. طيب هقول لنفسي ان انا قصرت. نرجع طيب ونقول الفراخ الإيزة واللهمن اجيبهم منين؟ اول سؤال بتسألوه. في مزارع كتير في الشرقية، في ديار بنجم، في كفر صقر، في الحتت دي كلها. هناك اللي يعرف حد هناك يتواصل معاه ويروح بيجيب عربية ويروح ياخد اللي هو عايزه من المزرعة، 50 100. طب انت جبتي منين؟ ريحينا وقولي لنا انت جبتي منين. انا جبت من عن طريق النت. الاول اتصلت بالمكتب اللي انا اتصلت بيه ده، طبيب بيطري عادي، عامل صفحة على الفيسبوك، وعامل جروب كبير على الواتساب، الله يصلح حاله، بيوزع كتاكيت، بيوزع ادويه، بيطلع فراخ، كلام من ده. الراجل محترم وكل حاجه، وبيجيب لك لحد عندك، سواء هو او التاني اللي انا جبت منه بياخدوا توصيل 500 جنيه للمكان ايا كان ما عدا الصعيد بياخدوا تقريبا 750. اي مكان تاني بياخد العربيه بتاخد 500 جنيه. طيب 500 جنيه والفرخه هتجيلي شكلها ايه؟ الفرخه انت ونصيبك. انا اتعاملت مع 2. طبعا انا ما كنتش عارفه في الاول، لما انا خدت من الراجل الفرخه كانت جايه لي صغيره قوي، انا بقى ما كنتش اعرف موضوع الوزن، ما خدتش من وراه وزنت، ما اشترطتش عليه وقلت له هوزن، فما وزنتش. جه لما قعدت عندي شهر وبوزنها لقيتها 700 جرام، بعد شهر لقيتها 700 جرام و800 جرام، وفين وفين على ما بقت 900 جرام. فالمهم ان انا اتخم عليا او اتغدر بيا او ضحك عليا وجات لي عمر قليل. اجيب منه؟ يعني انا بنصحكم تجيبوا منه، هاتوا منه عادي، بس اشترطوا عليه وقولوا له، لو انتوا ما قدمكوش غيره اشترطوا عليه وقولوا له ان احنا هنستلم بالوزن. وزن الفرخه يا جماعه عمر 100 يوم بيكون من 900 جرام لكيلو، ولو زاد عن كده يبقى خير وبركه، اقل من كده ما تستلميش.
طب انت جبتي من شخص تاني؟ جبت من شخص تاني عن طريق النت، وكانت تجربة طبعا جريئة جدا، لان هو اشترط ان انا اروح بنفسي ديار بنجم واخد من هناك واحمل واجيب عربية، او هو يجيب لي عربية من هناك وبرضه هدفع توصيلها اللي هو ال 500 جنيه، بس اروح بنفسي. طبعا انا عشان ست، انتوا كلكم تقدروا تروحوا، اي راجل بقى طبعا يقدر يروح، انا عشان ست واللي متابعني عارف ان انا ظروفي ما بقدرش اتحرك عشان خاطر عيالي وعشان خاطر بيتي وكده، وهسافر وهتعامل مع رجاله واركب عربيه مع واحد غريب، كان الموضوع كبير بالنسبه لي. فقلت له لا، هاتهم لي توصيل زي ما الراجل التاني جابهم لي توصيل وهدفع ثمن التوصيل برضو. اشترط ان هو ياخد الفلوس كامله مكمله عن طريق الفودافون كاش، او احولهم له تحويل بنكي. طبعا الخطوه دي كانت جريئه جدا مني، مش اي حد هيعملها، ان انا استخرت ربنا والله العظيم يا جماعه، اقسم بالله بعت فيها غويشه، لان انا معيش فلوس. اللي متابعني عارف ان انا الدنيا باظت معايا في الاخر، فبقوم نفسي على رجلي لسه من اول وجديد. بعيدا عن نقطتي انا الراجل اشترط عليا، عشان اللي عايز يروح يشتري، الراجل اشترط عليا ان انا ادفعي لي الفلوس كاش. طبعا عشان كنت جايبه كميه فكان رقم كبير جدا، كان تقريبا 8 غويشه. فاستخرت ربنا، ولما قلبت في صفحته عرفت ان هو صفحته. ايه اللي خلاني وثقت فيه؟ وثقت فيه لان انا لما جيت كلمته وقلت له انا عايزه فراخ، قال لي كلميني على التليفون. بصيت على صفحته لقيت صفحته مستمره بقالها حوالي 3 4 5 6 سنين. كل ما اقلب عمال اقلب لقيتها مستمره، يعني مستمره، وعمال يعلن عن حاجات وكده. فلو هو انسان غشاش او هو انسان كذاب، يعني ابسط شيء هلاقي حد بيعلق في الكومنتات يشتمه او يدعي عليه او كده. ما كانش كمل، كان عمل كذا صفحه جديده فيك مثلا حديثه. فيعني حسيت ان قلبي مطمن، فاستودعت ربنا فلوسي وحاجتي وبعتهم له. والله العظيم يا جماعه كلهم فودافون كاش. كان عايز يجيب لي الفراخ في نفس اليوم، بس كان الوقت متاخر، فقلت له لا هاخد منك تاني يوم سلمني وحكيت له تجربتي. معلش زوري واجعني شويه. حكيت له تجربتي ان الفراخ جات لي قليله، وانا اتضايقت من الراجل واتحاسبنت عليه في وقت من الاوقات، لان طبعا كل ما الفرخ يا جماعه بيقعد معاكم بياكل، يعني مش هياكل قليل وبفلوس. فالمهم ان انا قلت له انا هاخد منك بالوزن وحياة عيالك عشان ادعي لك عشان كذا. والصراحه اداني حاجه محترمه، اداني حاجه محترمه، وفعلا خدت منه وزن. والله الكميه اللي انا خدتها كلها كانت اوزان مثاليه وفوق المثاليه كمان، لله الحق، يعني اللي الواحد يقول كلمه حق، ما عدا فرختين 2 اللي كان وزنهم 880 جرام بس. فرختين 2 بس، وده عادي وارد ان هو يحصل يعني. انما قصاد كده كانت في فراخ تانية والله العظيم وحياة ربنا ما شاء الله كيلو 100 وكيلو 150 وكانت متظبطه، يعني ما شاء الله اللهم بارك. طيب مين الراجل دوت؟ ما تقولي لنا اسمه. مش عايزه تقولي اسمه ليه؟ والله ابدا، انا بس كنت مستنيه ان انا اجرب واشوف هيبشروا معايا امتى، وهقول لكم طبعا، لان انا ما اكرهش الخير لاخواتي، ولاي حد عايز نصيحه او حاجه انا اقسم بالله ما اكرهها. الراجل ده صفحته على الفيسبوك اسمها فراخ بياضه عمر 100 يوم، وهو اسمه محمد جبر. انا قلت لكم اهو فراخ بياضه عمر 100 يوم، وطبعا هتلاقوا العنوان ده ممكن كذا صفحه، بس هو اسمه محمد جبر. ابحث كده على اسم محمد جبر وانت هتشوف صفحته على الفيسبوك. والله انا استأذنته امبارح، انا لا مني مصلحة ولا هاخد منه مصلحة ولا اي حاجة، بس انا عايزة دعوة منكم حلوة، اللي يجيب ان شاء الله والفراخ تعجبه والحاجة. وبرضو خدوا بالاسباب، يعني لازم برضو توزنوا فراخكم وتظبطوا حالكم، عشان ما حدش يحصل معاه دروب ولا يحصل معاه حاجة يدعي عليا. لا، انا عايزة دعوة حلوة منكم تقف لي في حياتي وبعد ما ماتي ان شاء الله، ان ربنا يسترني كده دنيا واخرة. طب خلاص، انا عرفتكم هتجيبوا الفراخ منين، عرفتكم اهو ان في دكتور. انا مش هقول لكم على اسم بقى الدكتور الوحش التاني ده، ربنا يصلح حاله وحالنا جميعا. انا قلت لكم على الصفحه اللي انا جبت منها اللي الاوزان فيها كانت تمام التمام، والحمد لله الفراخ 100 100 وحالها حلو وصحتها كويسه واوزانها ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الفراخ التانيه اللي انا ما جبتها مات مني 6. فستة دي انتوا عارفين الفرخه كانت بكام يعني، فستة دي كانت برضو قطم الظهر بالنسبه لي مع كميه الاكل ده. سيبنا بقى من القديم وخلينا في الجديد. عرفتوا هتجيبوا الفراخ منين؟ تمام. طب نختار الفرخه ازاي كويسه؟ قلت لكم الفرخه كويسه قدامكم اهو. احنا بنوزنها وبنشوف وزنها من 900 لكيلو، لو زاد على كده خير وبركه. الفرخه قدامك بتبقى سليمه، عينيها كويسه، مش عرجه، مش واقعه، ريشها فيها، صحتها كويسه، واقفه على حيلها، ما بتاخديهاش تلاقيها كشه وقاعده على جنب. تمام التمام. بتتفق معاه على كل ده بكل ادب وبكل ذوق، والراجل محترم وهيظبطك يعني في كل حاجه، او هيظبط لكم طلبيكم في كل حاجه. تمام.
طيب خلصنا كده. في ناس بقى بتقول لي احنا كده خلصنا منها. السعر ده حسب يوم، انا مش هقدر اقول لك سعر معين، بس هو المتداول يا جماعه في حدود 170، يقل يزيد جنيهات، يقل يزيد جنيهات. ممكن تجيبها ب 160، ممكن تجيبها ب 165، في ناس بتعرض ب 170 وفي ناس بتعرض ب 180. فده بقى ايه؟ على الراجل ده ما فصلش معايا على فكره، اقسم بالله ما نزل لي ولا جنيه. حتى الفلوس اللي حولتها له فودافون كاش، فلوس الفراخ، دفعني فلوس فرق التحويل لما بنيجي نحول، لما بنيجي نسحب، دفعني الفلوس الفرق دي. فدفعت خلاص، هي بقى ايه، كانت خربانه معايا. خلصنا كده من كل ده. طيب اللهم صل عليك يا نبي. نربي ارض ولا نربي بطاريات؟ ربي ارض، ربي بطاريات، اللي انت عايزاه سواء كده او كده. اهتمي بيهم، اهتمي بيهم، بنظافتهم، باكلهم، بغذائهم، بفيتاميناتهم، بتدفيتهم، باضاءتهم، على قد ما تقدري. مش معنى كده ان انا بقول لك كده ان انا بقى البت يعني مقطعه السمكه وديلها في التدفئه والاضاءه والبتاع، لا والله. اهو بصوا ارض عادي اهو، بكحت منها حبه على قد ما اقدر لو الدنيا ساقعه، شباك عادي اهو، ما فيش حاجه يعني. انا لو في ايدي ظروف احسن من كده هعملها. لمبه عاديه خالص بيضه اهو، لمبه واحده بس بيضه تنور لهم ياكلوا ويشربوا خلاص. انت في ايدك كده اعملي، في ايدك اكتر من كده اعملي. الاكل بحط لهم الاكل مظبوط. خلاص انا ما كنتش اعرف موضوع الاكل. طب الاكل بياكلوا قد ايه؟ الاكل بياكلوا من حوالي 900 جرام ل 100 جرام، 90 جرام، ما انا اسفه، ل 100 جرام في العمر الصغير ده اللي هم لسه ما بشروش. لسه ما بشروش. بديهم اكل ايه؟ بديهم اكل علف بياض 18% قبل ما وضع البيض، اللي هو العلف البياض التحضيري. تمام، علف بياض تحضيري قبل وضع البيض. طيب ايه تاني اعمله لهم؟ حط لهم فيتامينات بقى. هاتي لي الفيتامينات دي كده يا مريم بالراحه من غير ما تيجي ناحيه البيض. والهي سيلينيوم بره يا لا مش ده يا حبيبتي، الكبير. وهاتي الهي سيلينيوم من بره يا مريم يا مكة. هاتي يا مريم من بره معلش، الازازه الكبيره. ايه هي الفيتامينات اللي احنا نحطها لهم؟ هتحط لهم املاح معدنيه، هتجيب لهم ده به كاف كولين، مش شرط الشكل ده بس احفظي معايا، به كاف كولين. بحط لهم 3 ايام كل مثلا 10 ايام. في فيتامين مهم جدا، مهم جدا، اسمه هي سيلينيوم، هي زائد سيلينيوم. الحاجه اللي انا بجيبها يا جماعه ما تجيبوش الازازه الصغيره، اصل الفراخ دي قاعده معاكم ما شاء الله سنه ومكمله، فما تجيبوش الازازه الصغيره هيبقى مكلف عليكم، مكلف جدا. الازازه الكبيره جمله وحلوه اللي هي الكيلو. هوريكم الهير سيلينيوم ده الصراحه ماشي معايا وبشر معايا في الفراخ البلدي كمان. يعني انا كان عندي الفراخ البلدي اللي بقول لكم عليها دي بشر معايا، بصوا ما شاء الله اهي. هو ده هير سيلينيوم، قربت لكم اهو، فيتامين هي زائد سيلينيوم. دي كيلو انا جايباها ب 90 جنيه، هتختلف من مكان لمكان. تمام. يبقى احنا قلنا دلوقتي هناكلهم ايه؟ هناكلهم علف بياض 18% تحضيري. طب اول ما يبشروا معايا اعمل ايه؟ اغير التحضيري ل 18% بياض، 18% بياض. وبرضه هكمل في الفيتامينات اللي انا بعملها. كل اللي بيختلف معايا من قبل البيض لوضع اللي بعد البيض هو الايه؟ هو العلف بس. لكن الاهتمام هو الفيتامينات هي الظروف هي كل حاجه هي. حلو كده. طب هيبشروا معايا امتى؟ على حسب اهتمامك. يعني ما ينفعش اجي الفرخ ياخد 100 جرام علف اديله 50 جرام علف واقول هو ما بشرش معايا ليه. حط انت وضعك كده في 2، واحده بتدي فيتاميناتها مظبوط، بتدي الاملاح بتاعتها والتحصينات بتاعتها كويسه، بتدي اكل مظبوط، بتدي تدفئه، بتدي نظافه، بتدي كل حاجه متاحه، بتدي ميه حلوه مش ميه معكره ولا حاجه، بتغسل حاجتها، بتعقمها من وقت للتاني، مش كل يوم يعني، ما تديش حالك مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، ما فيش مشكله. هل هقارن دي بواحده بتجوع فراخ ما بتديهم ميه بيضه كده من غير اي حاجه، ما فيش نظافه، مستحيل. يبقى الفراخ اللي هنهتم بيها هتبشر بدري. بدري ده اللي هو قد ايه؟ اللي هو على 140 يوم. وانا اتوقع ان شاء الله باذنك يا رب ممكن قبل 140 يوم كمان، قبل 140 يوم. طب الفراخ الحمراء دي هتبشر على 140 يوم؟ لا اديها كمان 10 ايام، لان الفراخ الحمراء بتبشر متاخر سيكه، يعني على 150 يوم 145 يوم مفيش مشكله. يعني هتاكليهم قد ايه؟ هتجيبيهم يا ست عمر ال 100 يوم، اكليهم يما لحد كام؟ لحد شهر و10 ايام بس كده، وتبدا تبشر معاكي. هتديكي بيضه صغيره شويه، وكل ما اكلتيها وكل ما عدى هتديكي بيضه اكبر وحلوه. طيب تعالي بقى لحد مرحله ما بعد البياض. هتبيض كام بيضه في اليوم؟ انا دلوقتي عندي 100 فرخه، هتبيض قد ايه؟
اوعي تفتكري ان انت ال 100 فرخه هتيجي اول ما تبشر ان هتيجي تاني يوم تلاقي 50 بيضه قدامك. لا، مش هيحصل. ايه اللي هيحصل عشان ما تصدميش؟ اللي هيحصل ان انت هتلاقي من ال 100 فرخه بيضتين، هتفرحي والدنيا هتزقطط معاكي زي ما انا فرحت كده ونزلت لكم الفيديو بتاع التبشير بتاع الفراخ. طيب تالت يوم او تاني يوم ممكن تلاقي هم البيضتين. طب تالت يوم هتلاقي 3 بيضات. طب رابع يوم هتلاقي 5 بيضات. طب خامس يوم هم ال5 بيضات. طب سادس يوم هتفضلي بالشكل ده اهو. بسم الله ما شاء الله، لسه جايبين لي بيضه اهو من جوه اهي، سخنه في ايديا اهي. دي كبيره، خدوا بالكم مش صغيره. يعني دي انا كده مبشرين عندي بقالهم شهر واسبوع. طب نكمل بقى موضوع التبشير. البيضه دي كبرت، انا عايزه اعرف انا هبدا ابيع امتى، هبدا يجي لي انتاج امتى. بعد شهر كامل من التبشير هيبشروا عندك بنسبه 50%. 50%، يعني لو عندك 100 فرخه بعد شهر كامل هتشيلي 50 فرخه، 50 بيضه. طيب امتى بقى يوصل الانتاج الكامل؟ وهل انا عندي 100 فرخه؟ بصوا الصوت ده هسمعها هفهمكم بقى موضوع تاني. انا عندي 100 فرخه هيبيضوا 100 بيضه؟ لا، مش هيبيضوا 100 بيضه، هيبيضوا اقصى حاجه الناس وصلت لها 92 بيضه، اللي هو 92%. طيب انت ممكن تيجي لك كام؟ ما تتهشميش بقى على 92%، انت اعملي اللي عليكي بس توقعي ان هو 80%. يعني من كل 100 فرخه هيطلع لك 80 بيضه، مش وحش. امتى هاجي يوميا كده الم ال 80 البيضه؟ بعد تمام شهرين من التبشير. انتوا بشري عندك مثلا 1/1، كملي شهر 1 كله و2 كله، 1/3 يا ست الكل، تلمي التبشير البيض بتاعك كله 80 بيضه من ال100. وطبعا خلال الشهرين دول كل يوم بيبدأ يزيد، كل يوم بيبدأ يزيد، والبيضه حجمها بيكبر زي كده. تمام. البيضه بتبقى وزنها كام؟ البيضه بتبقى وزنها 40 جرام اول ما تبشر، 40 جرام. طب بعد ما تزود بقى معاكي، انا بقول لكم اهو انا بيض عندي، يعني انا ممكن النهارده يبقى فيه بيض متبشر لان انا لسه ما قفلتش الشهرين، فاحنا كل يوم بيزيد عندنا بيض متبشر. طب دي بيضه كبيره شويه، تيجي نوزنها ونشوف قد ايه. حسب كده يا مريم اهو، بسم الله اهو، بصوا قد ايه، 58 جرام. 58، شيليها يا مريم حطيها فوق. 58 جرام وزن البيض. خلصنا كده من موضوع البيض. معلش لو هطول معاكم، انا بس عايزاكم تفهموا معايا وتلموا الدنيا كلها في فيديو واحد. مش عايزه اقطع لكم 50 فيديو والم مشاهدات، لا، هو فيديو واحد هجيب لكم الخلاصه كلها. خلصنا كده. هنجيب الفراخ منين؟ هنجيب اوزانها ايه، ظروفها الصحيه ايه، هناكلها ايه، هتبشر معانا امتى، البيض هيتم انتاج كاملا امتى. تمام. اعرف ازاي بقى ان هي بدات تبشر؟ في علامات على الفرخه اللي هي بتفرحك وتعرف ان هي بدات تبشر. اول حاجه بتبدا تقاقي، يعني انا بصوا في ظهر عندنا، عايزه اسمعكم كده، في ظهر عندي فرخه او فرختين اللي هما بتبدا، عارفه انت الفراخ البلد اللي هي كاكا كاكا حاجات كده بقى. ما تضحكوش عليا ان انا بشرح لكم، بس ايه مش هيبقوا ساكتين اهو. بصوا في صوت، الصوت ده هيزيد بقى، هيزيد قوي. هتيجي في يوم تلاقي الاصوات الفراخ كلها عماله ايه، تقاقي كاكا جامده دي، اللي هو ايه، الله يا جماعه انتوا هتبيضوا؟ امال فين البيض؟ مفيش بيض. بس دي البيضه اهو، سامعين اهو. انا اهي الفرخه هتجيلك منقارها، نسيت اقول لكم منقارها مقطوع، منقارها اللي فوق مقطوع عشان ما يعملوش ايه، ما يعضوش بعض، ما يكسروش بعض، ودي حاجه كويسه. لو هوريكي اهو، اهو تمام اهو، اللي فوق اقصر من اللي تحت. طبعا الفرخه وشها هيحمر جدا معاكي، هيحمر جدا معاكي. ايه تاني هيحصل؟ الفرخه بتعمل عارفين حركه القرفصاء كده، كانها بتقرفص، ان انت اول ما بتقربي منها بتروح مقرفصه في الارض. عايزه اوريكم فرخه من اللي بيبيضوا عندي بقى. امسكي ده يا مريم، وديه كده، بتقرفص. فلما ظهرت عندك العلامات دي ان هي تعمل الصوت، انا عندي الفراخ اهو بسم الله ما شاء الله، الناحيه التانيه اللي هي بتبيض دي. بصوا يا جماعه، بصوا، لا تعالي لي هنا، مش هتبان قوي، لا تعالي. دي كده امسكيها يا مريم، دي كده، دي الايزه. الجداد اللي انا جايباهم لهم منبس، خدي حبيبتي اللي كيس الفلوس ده، اللي انا الجداد اللي انا جايباهم لهم منبس. بصوا دي بقى ما شاء الله اللهم بارك،
دي كده بيضه بقالها شهر واسبوع، عادي العرف كبر جدا، عادي مفيش مشكله. حاسبي يا مريم اهو، العرف كبر جدا اهو، تمام. ده منظرها وده شكلها. طيب حركه تاني برضو، ايه بقى؟ طب دخليها دلوقتي يا مريم، دخليها دلوقتي. الوزن، هل الوزن بعد اللهم صل عليك يا نبي 140 يوم هيكون كام؟ لا 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 لا، سيبيها يا مريم، دخليها جوه لو سمحت. الفراخ الإيزة اللي هي الفراخ البيضة، وزنها لما تيجي تبيض بيكون كيلو 300 أو كيلو 350، تمام؟ كيلو 300 أو كيلو 350. طب الفراخ الحمراء بتبقى كيلو 700، بتبقى كيلو 700. أول ما توزني فراخك وتلاقيها وصلت للوزن ده، أنا كده كده جايبه لكم الميزان عشان أوريكم أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اهدي أهو، يلا أهو.